من الشهداء ومن السعداء ومن أهل اليمين وطيبين، ما يجبي طيبتهم ما يجبي صحتهم ما يجبي عافيتهم، ما قصر مننا والحمد لله. والناس كلهم عارفينه والحمد لله. ربنا يجعله من السعداء ومن الشهداء ومن أهل اليمين. زول طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما بيطيبتهم ما بصحتهم ما بعافيتهم، ما قصر مننا. الحلة دي كلها عارفاه. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. يديكم العافية. والجمعة كان بيسوي والله بيسوي الأكل وبيسوي شراب والحمد لله. الشحاد اللي بيدي المسكين اللي فيه وكله والحمد لله رب العالمين. وربنا يديهم الماشى معاهم ووسع قبورهم واجعلهم من جنان يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. في البيت الناس اللي بيجون الله يعادهن ما قصر منهم الحمد لله. فرج الدكاترة والله الحمد لله. الله ناس بشير ود مختار ومختار ود الوسيلة وناس ود كوبا ودي كلهم ربنا حطوا ربنا يرحمه. دي كلهم الله يجونا في البيت الحمد لله. حاشا عليهم حاشا عليه. ما طرد الحمد لله. والله ويوصينا يقول لنا ما تتكلموا وانا دي حاجه مارقه لله والحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الاولاد اللي بيجوا ذيل يفرز دوت فلان ودوت فلان ولا ما بيفرز دول والله لغايه السوق ده بيمرقوا هنا الاكل. الحمد لله رب العالمين. والله الحمد لله. الله يزول بس بيحته وما وكلوا وما بياكل. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله. بيتكم كان فاتح في زمن والله فاتح شال ليه يوم الليل بابنا فاتح ويوم الليل اللي حلتنا مليان الحمد لله وبيتنا ملان بيضوء. والله يضوء بس ما وقفوا مننا الحمد لله الحمد لله رب العالمين. صادق ما سهل الحمد لله. يكون العافية إن شاء الله أولادي الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. لكن أولاده ما قصروا ذاته زي ما هو زي أولاده ما قاعدين. سووه هو سوى أولاده الحمد لله. اللي بيسويه أولاده بيسووه الحمد لله. مودة كان راجل كريم راجل أخوان ما راجل سهل يعني الحمد لله. كان فاتح بيت الغاشي والماشي عنده والما عنده كله عنده واحد. مما قام معانا ما حصل حلو من ذول ولا شتم لذول ولا نبذ ذول. بيجوا في السوق في السمك. هي كان ببيع السمك في السوق بيجي يقول له ما عندي شيل طوالي ما عندك مشكلة. حمود ده كان راجل ثاني ما الله أعلم يعني إن الله يتكرر ثاني ما أظن الله أعلم. راجل حكمة بعالج المشاكل بعالج كل شيء. الناس مشاكلين بعالجهم الناس اتضربوا بيحلوا الحمد لله. يعني راجل ما كرامته كبيرة عندنا والله في المجتمع. والله نحن ما ننساه لما نموت. أنا أتكلم عن أخينا أنا بقول لي عبد المحمود اللمين عباس موسى أحمد الفضل إدريس. ده يعني ولد عمتنا فأخذت منه أنا شخصيا المفيد. وده سن لي سنة حسنة زي ما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمن الأشياء اللي استفدت منه هو إنه كان يعني كل عصرية في السبت بيعمل ملاح الأربد بالعصيدة ويجمع لها الكثير من أبناء المنطقة ويكرمهم الكرام الجيد. فالعمري في هذه الآونة الأخيرة ده قل ما يكون في الناس. ولذا يعني أنا ده الحمد لله استفدت من هذا الأمر وطبقته في حياتي. وزي ما قالوا اللهم صل وسلم يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. سيرته أنا كان في منزلي وهو غرب البحر فجاني أو ورد علي يعني رجل معتوه يعني هنا مختل العقل. وبعض الجيران قال لي هذا الشخص وهذا المعتوه لا بد أن
تبعده من منزلك، لأنه إذا مات أو حصلت أي له جناية فعند ذلك تكون أنت المسؤول. وأنا ما أكذب عليكم، يعني ارتبت في هذا الأمر وترددت، ما قلت دار أفعل ولا ما أفعله. لكن يا أخواننا رأيت بأم عيني أن أخانا عبد المحمود الأمين يأتي له بطعام ويؤكله. فسبحان الله، ناس يريدوا أنه يبعدوه وناس يأتوا إليه بالطعام ويؤكله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. نتحدث عن الخال محمود الأمين، وهو علم من أعلام الكلاكلة، يعني راجل انطبع عليه الكرم واشتهر بالحفاوة وبشاشة اللغية. يعني الراجل لما تجيه بيجيك بشوش ضاحك مبتسم، وانا اتخيل لي دي من الحاجات الطيبة. يعني منزله كان قبلة لكل أهل الكلاكلة، وبالأخص المربع اللي بيسكن فيه. فكان البيت ده متاح لأي زول في أي وقت، يعني ما هنا. أبونا محمود الأمين، أبونا محمود الأمين عباس موسى، بيقول زمان الحاتم أكرم العرب، محمود الأمين أكرم ما جاب بالكلاكلات، واحتمال الخرطوم ذاته كمان. هذا الرجل فتح بيته لجميع ما ابناء الكلاكلة، جميع الجنسيات، تربوا معاه ناس من الصغار لما بقوا رجال. هذا محمود الأمين الذي لا يعرفه، رجل صامت لا يتحدث كثيرا، كريم. عندما يذكر محمود الأمين يذكر الكرم، صفة نبوية زي ما بيقولوا تأصلت فيه، ونسأل الله يعني يجعلها متواصلة في أبنائه. يعني أنا في حاجة بشهد له، أنه لو جات مرة دايرة سمك وما عندها قروش بديها السمك وبديها حق السلطة والعيش. في بيته ذاته كان ما بياكل براوي، يعني فاتح بيته للغاشي والماشي 7 8 10 أنفار بيجوا ياكلوا في بيته الوجبة. لو في أي مشكلة بيحلها بيجيبوا بيفهموا بتاع بيحلها. محمود الأمين عباس، والله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ناس ربنا خصهم بحاجة الناس، ومن الذين خصهم الله بحاجة الناس كان بيته فاتح للفقير والغنيان والشبعان، وكان طيبا سليا، يعني لا نية بيضاء، وكان ينفق يمين وشمال، وينفق يمين ما يعلم شمالي، وكان يجود الناس. اخونا محمود يعني كان راجل طيب وراجل يعني ممتاز، ونحن احتكينا به كثير في السوق هنا ده، وكان راجل يعني كريم يعني، وراجل معطاء، ونتمنى يعني انه اولاده برضه ماشيين بنفس المنوال وعلى نفس السير، وان شاء الله ربنا كده يخليهم يعني زخر للبلد ان شاء الله. والله زول فضله علينا كثير. والله انا خالطته هنا في السوق، زول راجل، زول اخوان، زول بشوش، زول له كلمه، له معنى. ربنا ان شاء الله يجعله من الصديقين والشهداء والنزلاء واصحاب اليمين. والله يا ربنا ان شاء الله يجعل في ذريته صالحه. والله اولاده برضه اولاده نادر ومجدي طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مجدي محمود، ولد الوالد محمود الأمين، الله يرحمه ويغفر له. كان والله يعني بشيء ما توصف، وزول بركة، وزول إن شاء الله ربنا يجعله من أصحاب اليمين. الزول ده من ناحية الرياضة ساهم مساهمة كبيرة في رابطة الكلاكلة القبة، ومن ناس مؤسسين، هو الرئيس الفخري والرئيس الفعلي لفريق الرعد الرياضي الذي في زمنه زار أغلبية ولايات النيل الأبيض، مدن النيل الأبيض، ولايات النيل الأبيض دي، زار غورة ومدينة وأسهم إسهام كبير جدا جدا، حتى لدرجة أنه هو كان بيلعب مع أولاده بيلعب الكورة، بحيث أنه الرياضة روح وشباب. مرة من المرات في خفض أسعار الأضحية مشى جاب خرفان
الناس كانوا الوقت ذاك في ضيق شديد، ومشى جاب خرفان وملى بها حوش كامل وباع الأضحية بسعر التكلفة. محمود الأمين عباس من الناس اللي ساهموا مساهمة كبيرة في مقابر الكلاك للقبة، واشترى كم أزمة اللي هو الحفارات دي، وكم كوريك بتاع ود اللحد الصغير ده، دي بشهادتي أنا، لأنه مشينا سوا جبناهم وجينا. أنا عاشرته من الصغر، يعني هذا الرجل حقيقة هذا الرجل تلقى فيه الإنسان، الرجل الطيب، الرجل الصبور، الرجل ذو الابتسامة العريضة. فحقيقة فاتح بيته والله العظيم أنا أحلف بالله الزول ده لحد ما أخذته المنية شفتها. الرجل ده فاتح بيته للقاشي والماشي، وربى أجيال نحن بنعرفهم، مش من المنطقة بس، حتى من برا المنطقة ربى أجيال يعاشوا في البيت ده، وبالاسم لو دايرين ممكن نذكرهم، لكن ما في داعي نذكرهم باسمهم. فهذا الرجل رجل ما شاء الله تبارك الله، وكان خاصة بعد كرمه شفت الفياض ده، يومي بيته ده فاتح للناس، ويوم الجمعة ده مخصصه خصوصية خاصة شفتها لصدقة جارية. شفتها يوم الجمعة ده بالذات عصيدة بيملا حربت. واحد من الأهرام بتاعت الكلاك للقبة، يعني رمز من رموز الكلاك للقبة. فمن ناحية رياضية هو طبعا كان زول رياضي، وساهم مساهمة فعالة جدا في تأسيس نادي الرعد الرياضي، هو وأخونا سيف الدين الجاك والخال معاوية حسب الرسول. وكان راجل الحمد لله أنا من تعرفت عليه في السوق ده، يعني الرجل كان ما زول ساهل، وكان والله زول فاضل. والله لما في السوق ده أي حاجة حصلت لنا في الدكان ده والله كان بيساعدنا وبقيف معانا، وكان في السوق ده بالذات يعني عنده يوم الجمعة ده ما شاء الله أكل مميز للناس، ده غير في الحلة. ورجل ما ساهل، وإن شاء الله ربنا يتولى برحمته، وإن شاء الله يعني يجعله من الصديقين زي ما كان بيصدق للناس، وربنا إن شاء الله يعني يبارك في أولاده ويسعدوا أولاده ويوفقهم في عملهم إن شاء الله. وهم ما أولاد ساهلين والله بالنسبة لنا، وأخواننا يعني ما بنلبسهم ولا بنقول فيهم عيب، والله وقفوا معي حتى في السوق ده ما شاء الله. والله يا أخي الراجل محمود ده يا أخي والله راجل معانا في السوق هنا، والراجل ما شفنا منه شيء نهائيا، الراجل يعني إملاق، وراجل يعني فقده يعني فقد للجميع عامة، والراجل يعني ما في كلام والله يا أخي، وربنا يرحمه ويتقبل ويجعل من أصحاب اليمين إن شاء الله، يتقبل حسن إن شاء الله. الخال محمود كان علما من أعلام هذه المنطقة، وكان أمة يمشي بين الناس بقدميه بأعمال الخير وكريم الخصال، وكان قانتا، وكان يحب الخير للغير، وكان سباقا لأعمال الخير، كان يحب الكبير والصغير. حقيقة يعني شهادتي فيه مجروحة، ولكنها كلمة حق لابد أن تقال. فقد كان يحب الخير للجميع، الكبير والصغير، كان يحترم الكبير والصغير. كان واحد من الأعمال البارزة في القبة، ورجل ما شاء الله يعني كريم شهم، ما يثنى عنه إلا الطيب، وأولاده برضو ما شاء الله يعني ما فيهم كلام. هو طبعا من الرموز الكبيرة في الكلاك للقبة، يعني من الحاجات الجميلة اللي كان نحن عشناه ونحن أطفال صغار. فكنا دائما يعني نمشي للمنزل بتاعه، وكنا يعني كان هو التلفاز الوحيد في الكلاك للقبة هو شغال. كنا نحن أطفال يعني صغار، وبتذكر يعني كل المنطقة بتجي تتلم في التلفزيون بتاعه وبنحضر، أو نحن نشوفها صغار. حتى يعني بتذكر ما شاء الله يعني من الحاجات برضو الجميلة عن البيت بتاعه، ما شاء الله يعني يعملوا الأكل ويلموا المنطقة كلها والناس تاكل. يعني كان حاجة يعني من الطفولات الحاجة الجميلة اللي هي ما بتتنسي أبدا جدا جدا. دي يعني حاجة نحن ما بننساها أبدا. فأي زول يعني من مواليد الثمانينات، المواليد بتاع السبعينات، وانت ماشي لورا كده بتذكر لك الحاجات الجميلة دي.
فنحن الاجيال زي ما بيقولوا شنو اخر الثمره بتاعت اللي اخذنا من اجدادنا الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم عبد الوهاب مختار عبد الوهاب، ومحمود الامين هو بالنسبه لي عم وخال، فالتحدث عنه يعني مهما تحدثنا ما بنوفيه قدره وكرمه وجوده، وكان رجل رياضي وكان رجل يحب الكرم دائما. فنتمنى من الله ان ابنائه يسلكوا نفس الدرب والبيت يكون مفتوح، ونسال الله انه يعني يوصله في سيدة جناته يا رب العالمين. نسال الله جميعنا ان نكون في حسن خلقه، انه كان دائما يحب ان يكون خلقه كخلق الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أبرانا بذلك أن نكون كرماء بيننا رحماء بيننا، ولا نريد أن نكون بعيدين كل البعد عن الأشياء التي يعني تكون معلم للمنطقة، منطقة كلكل القبة. كلكل القبة طبعا تاريخها قديم، ولكن بعض الناس الآن يعني يتكلمون عنها، ونحن نريد أن نورق بعض الناس المحسنين والناس الكريمين والذين يحبون دائما كلكل القبة ويحبون روح كلكل القبة من الرياضيين والشيوخ، فنسأل الله أن يوفقنا لذلك. أخونا محمود الأمين عباس موسى كان رجل فاضل وكان رجل كريم من زمن، كان كاري في البحر لحد ما جاء واخيرا اشتغل في السوق سبابي بتاع سمك. ونشهد له بانه كان يعني بيسوق ناس الجامع بعد صلاه العصر طوالي الناس كلها كانت بتتغدى في بيت محمود، سمك عصيده بتاع دخن بسمك تقليه الناس تشبع فيها لما تقول. من ضمن الطرائف بتاعته عملوا الكسرة، والكسرة وقعت في البحر غطس، وكانت المسافة يعني ممكن تكون 10 رجال لتحت في وسط البحر، جاب لهم من جوا وطلع زي كولستو. يعني كان في دي من حاجاته الموجودة السباح. الرجل كان يمتاز يعني بحسن الصمت والأدب وحسن التربية، وكان رجل يمتاز بالكرم. يعني أكله برا وشرابه برا وأولاده برا إلى اليوم، وكان راجل أديب وراجل ورع، وكان يمشي ما يطين نظره أطول من متر أو متر ونصف، كان دائما بينظر على الأرض ما يعني من حسن الأدب. الرجل كان متدينا وواصلا صلاته جميعها في الجامع ونشهد بذلك، وخرج الأجيال من بيته، حيث بيته كان فاتحا للجميع. أي شخص يستطيع أن يدخل بيته ويأكل ويشرب دون أن يزاله. وهو من الذين افتقدهم منطقة الكلاكل القبة، شخص في حاله زي ما بيقولوا الناس، رجل رياضي من مؤسسي نادي الرعد. صار رجل يعني راجل خلوق وراجل كريم وراجل حليم. والله نحن مع اولاده ديل في البيت ما قاعد يفرزنا من اولاده، يعني بيجعلنا كأننا من ابنائه. والله زول ما شفنا عليه ما حصل شفناه صار، لا حصل ما شفناه الا زول بشوش وزول كريم. محمود الامين يا جد ابونا الكبير. والله عمنا محمود ده من خيرة الناس اللي احنا شفناهم في حياتنا، وكلنا وشربنا وضحكنا وتمتعنا متعة تماما. بيته مفتوح للغاشي والماشي، يعني لا يكاد في شخص موجود في حينا حي القبة هنا غرب السوق إلا وأكل أو شرب في بيت عم محمود الأمين. نسأل الله له الرحمة. كجار عم محمود نعم الجار، يعني هاش باش يكاد انك ما تسمع بيتكلم الا في خير. ما سمعناه وما يعني ما من النوع اللي بيصور وشه قطيع، دائما بشوش مع الصغير ومع الكبير. تمام. لكن اكثر شيء اشتهر به تقريبا هو ووالده من الامين. انا سمعت القصص من بعض الاهل، خصوصا مختار وبديع.
يعني كنا بنتكلم عنه كثير قبل وفاته سبحان الله بعد وفاته يعني. لكن كل الناس تربت في البيت الكبير ده، كل أقاربه يعني من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وحتى يعني أولاد الحي. إحنا كنا بنقعد في بيته ليل نهار، يعني نأكل ونشرب مما ربنا قسمه يعني. وطبعا زول بسيط يعني كان بيشتغل في البحر، واللي بيقسمه ربنا بيجيبه للناس من السوق. لا يوم يعني كلا ولا من. تمام. الشغله مساله طبعا بتاع الصدق مع ربنا، وبالتاكيد يعني ان شاء الله ربنا يتقبل عمله الطيب. يعني طعام الطعام ده ما شيء سهل ابدا، ما شيء سهل. صراحه نشكر اخونا محمد على العمل الجميل اللي قام به ده. وانا بصراحه كده هو طلبني انا اقول كلام، لكن والله بصراحه انا عاجز تماما عن اني انا اقدر اتكلم عن الابوه ومعنى الطيب والاخلاق الكويسه. الناس براها كلها بصفه عامه، ناس الكلاكله هم كلهم عارفين الحته دي. والله بصراحه انا عاجز عن اني انا اتكلم عن الموضوع ده. وشكرا. شفنا محبه الناس واللي هي ما بتجي من فراغ اصلا. يعني حاج محمود مقبول بصوره يعني انا لما جيت عملت توثيق عن الراحل محمود اللمين ما واجهت صعوبه. يعني كثير من الناس عايزه تتكلم. كذلك يعني ما لفت انتباهي صدق المثل اللي بيقول وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. حاجه حياه زي ما توجهت وسجلت معاه زي ما موجود في الفيديو، انه هي كذلك يعني امراه ما سهله، يعني بترحب بالناس، والا ما كان القدر الكبير من الشباب بيقصدوا بيتهم يعني كبيت تاني ليهم. يعني المشهد الاخير اللي هو مشهد وفاته، انا يعني اذكر انه شيع في موكب مهيب، كان يعني امتلأ المسجد عن اخره بجموع المصلين، حتى الناس بقت تصلي في الساحه الخارجيه اللي هي الجنوبيه، ده من كثره الناس، وغلا ما يتكرر هذا المشهد. لذلك واجب علينا يعني صناع محتوى نوثق لهكذا شخصيات متميزة كي نذكر الناس بها وكي يقتدي بها من يقتدي، خاصة في هذا الزمان نواجه فيه العديد من الأزمات، الحروب التي شردت من شرد وجوعت من جوع. ربنا خالص التحايا في تجميع وإخراج هذا العمل المتواضع إلى الملتقى إن شاء الله في قريب العاجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.